قامت المرأة بقرص خديها بلطف بأصابعها، لكنها في الحقيقة كانت تتواصل بلغة مورس مع سجين محكوم عليه بالإعدام داخل قاعة المحكمة. سألت الرجل إن كانت هناك وسيلة لإنقاذه، فرد عليها برمشات من عينيه. ونظرا لأهمية المعلومات أخرجت المرأة قلما ودونت كل شيء على الفور. وبينما كانت تنهي حديثها كان الحكم قد صدر: إعدام الرجل شنقا خلال 3 أيام. ومع ذلك لم يبدي أي علامة على الخوف، لأنه كان قد وضع خطة هروب عبقرية بالتعاون مع المرأة. كان اسمه ديابوليك وكان لصا شهيرا. في تلك الليلة وصلت إيفا إلى المكان الذي حدده لها. ضغطت على طوبة مميزة في الجدار فارتفع الحائط بالكامل خلال ثوان، كاشفا عن سيارة فارهة مخبأة خلفه. استقلت السيارة وانطلقت بسرعة نحو الموقع التالي، وما إن رأت لافتة كتب عليها 37 جوليتو حتى توقفت فجأة. عندها تحول جزء من الجبل إلى باب انفتح ببطء ليكشف عن مشهد مختلف تماما. ارتدت إيفا شارة أمنية خاصة، فانبثقت من الجدار خزانة مخفية تحتوي على رزم من النقود وزجاجات ملونة. أخذت الزجاجتين الصفراء والخضراء اللتين طلبهما ديابوليك تحديدا. لم يتبقى سوى إخراجه من السجن، ولتحقيق ذلك كانت بحاجة إلى شخص مفتاح: وزير العدل. كان الوزير فاسدا وله نقطة ضعف تجاه النساء الجميلات، وكان مهووسا بإيفا ويحلم دوما بالتقرب منها. وعندما علم بأنها جاءت إليه طوعا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك. أغلق الباب بسرعة. أخبرته إيفا بأنها ترغب في اختبار ولائه، فأقسم فورا بأنه مستعد لفعل أي شيء من أجلها، حتى السير على النار أو الماء. ابتسمت إيفا ابتسامة خفيفة وأخذت صحيفة من على الطاولة كانت تتضمن خبر إعدام ديابوليك، وقالت إن قصته تثير اهتمامها وترغب في مقابلته قبل تنفيذ الحكم. رفض الوزير في البداية، مؤكدا أن ديابوليك سجين محكوم عليه بالإعدام، لكن عندما اقتربت منه ولمسته وافق فورا بشرط أن يرافقها شخصيا، وهو ما كانت تريده تماما. في تلك الليلة وصلا معا إلى السجن. ادعى الوزير أنه بحاجة إلى استجواب ديابوليك، ودخلا سويا إلى غرفة التحقيق. وبعد 27 دقيقة خرج الوزير وقال ببرود إن ديابوليك بدا جامدا كدمية خشبية ولن يبوح بشيء. وفي اليوم التالي حانت ساعة الإعدام. قطع الحراس ياقة قميص ديابوليك وأجبروه على الصعود إلى المقصلة، والغريب أنه ظل هادئا تماما. هذا السلوك غير المعتاد أثار شكوك مسؤول السجن، فتذكر قناع الجلد الصناعي الذي عثر عليه في مخبأ ديابوليك. وإدراكا لوجود أمر مريب أمر فورا بوقف تنفيذ الإعدام.